ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده هنصور فيديو جديد في ميلانو. هنخش نصور في واحده من اخطر مناطق المصريين الموجوده في ميلانو، المنطقه اللي الشرطه ما بتدخلهاش، ما بتعرفش تدخلها، ممنوع دخول الكاميرات او الصحفيين، ان لو حد دخل بالكاميرا او لو حد دخل غريب عن المنطقه بيقول لك بيتثبت جوه، ما بيطلعش المنطقه دي. فالنهارده هنحاول نخش المنطقه دي ونتصور الحاجات اللي موجوده. في كلام عن بيع مخدرات، عادي مخدرات في الشوارع عادي جدا، الناس بتنام في الشوارع تحت الرصيف وتحت الكباري وبتاع وحاجات كده. فالنهارده هنحاول نخش المنطقه دي ونحاول نصور الدنيا فيها عامله ازاي. طبعا الموضوع مش هيبقى سهل قوي، لا انا عرفته عشان تخش لازم يكون معاك حد، ما ينفعش تخش لوحدك. فهنحاول نخش ونصور ونشوف الدنيا عامله ازاي في واحده من اخطر مناطق المصريين في ميلانو، او حاجه زي ما بيقولوا كده الجانب المظلم للمصريين في ايطاليا. فتعالوا نخش وربنا يستر نعرف نخرج سلام. الاتوبيس اللي بعد ده هيودينا هناك، مش اللي بقى اللي في واحد اللي يما الثانيه بعد الجنينه، هيوديني على سان سيرو. هيوديك على سان سيرو اللي هو في الالتبرت هنا. تمام انا كنت تمام. تسلم. تمام. باص 49 اتجاه سان سيرو فين؟ اهو ده بروح اتجاه سان سيرو. تسلم. الشارع كله مصري او في محلات بتغرق فيه مصريين؟ ما انا كده بس مش عارف المكان فين بالظبط. بص انت لو خدت الشارع ده لاخره يعني على طول؟ لا كده زي ما احنا هنا. تمام لاخره هتلاقي الدنيا كلها مصر، كلها مصر، هتلاقي نفسك في القاهره. بس هلاقي المكان كله بقى مصريين. دي سان سيرو. الف شكر حبيبي. هو الشارع ده دي المنطقه دي المفروض بتاعت المصريين؟ المنطقة دي سان سيرو، يعني أنا ممكن أقول لك عليها الزراب التاني بتاعت إيطاليا. تبقى على إيه؟ الزراب التاني. يعني في هنا كلها محلات مصرية؟ مش محلات مصرية، هو شعب مصري يعتبر هنا. كله عايش هنا. تمام. يعني لا إيه بقى تاني قدام مثلا؟ لا أحسن لما تخش قدام. ليه يعني؟ هو تخش مع حد معروف هنا. يعني إيه اللي هيحصل لنا قدام؟ طب ما تيجي تخش أنت معايا قدام. أنا عايز أصور. عايز أصور، أنا ممكن أخش معاك. عايز أصور في إيه؟ عايز أصور المنطقة اللي هناك دي. خطر يعني؟ أنا ممكن أدخلك. ليه يا جدع؟ أنا ممكن أدخلك تمام؟ أنا هي أقدر في إيه أدخلك. صعب يعني؟ أنا أقدر أدخلك. ممكن اي حد أنا أدخله أنا بس انا بس انت عايز تصور أنا عايز أصور المنطقة اللي موجودة هنا. تصور ناس وكده. لا المنطقة أصور خلي المنطقة. بالك في حد ممكن يزعل تعال يكسر لك اي مكان. ماشي. يكسر وما أحصل لك بالموبايل. هو الراجل ده دخلنا على منطقة هناك خطر يعني؟ يعني ايه اللي خطر فيها برضه عشان نبقى عارفين؟ لو شافوك مش من الزونة مش تبعهم حبيبي أيمن. يحصل ايه بقى؟ أيوه هيحفلوا عليك. يحفلوا عليك. انت بالك قد ايه هنا في ايطاليا؟ 15 سنة 18 سنة؟ هنا. انت بالك 15 سنة؟ انت عندك كام سنة اصلا؟ أنا 18 سنة. انت جاي هنا من 3 سنين؟ انت مولود هنا يعني ولا ايه؟ لا مولود في مصر. الحمد لله معروف. تمام. نذكر الله يعني مش هحصل حاجة واحنا ماشيين معاك. زانا ديسباتشو، يعني ايه؟ مكان الحشيش، مكان البتاع. هنا مكان الحشيش؟ بالظبط. ده بيع ولا تعاطي؟ الاثنين عادي. يعني نخش بالكاميرا دي عادي ولا مشكلة؟ خش بس ما تصورهمش هما بالذات. ماشي بصورك انت. تمام. انت عرفت انت عن المنطقة. لا سيبولي ده طبعا انا بقى. ابوج هو الراجل طلع عنده حق فعلا. كل واحد خدت لوحدي كنت اتخطفت هنا. كانت خاطف النهارده صح؟ مش المصريين اول ما بخش انا ما نعرفهمش بنعمل تعالى ثانيه بقى. تعالى ثانيه. بيحصل يعني في المصريين مش معروفين. احنا الناس اللي بتخش هنا بنعمل فيها ايه؟ ما نعرفش ولا اي انا حاجه. لسه جاي جديد الزون اهي. تمام. حد اتعمل معاه حاجه. عايزين ايه؟ المنطقة فعلا شكلها مش طبيعية، يعني في ناس قاعدة في الجناين، الناس كلها نايمة على الأرض، الراجل بيقول لك مخدرات هنا تعاطي وبيع وشراء، هو على ضمان يعني الكلام ده على هو اللي بيقول، أنا ما أعرفش أي حاجة يعني هو بيقولها على ضمانته هو أو على عهدته هو يعني. بيلعبوا الزنجر، بيلعبوا يعني إيه قمار. الزنجر أصلا؟ الناس اللي يعني اللي هي بتفتح البيوت كسر، اللي هي غجر يعني قصدك؟ بتقلب الناس في المترو. ده بيقعدوا يلعبوا قمار؟ اه بالظبط. تمام. احلى مسا على احلى رجاله في حبيب قلبي. إيه الزبالة دي؟ قلت لك زراب التاني. ده استوديو، ما صراحه انا ده ما عمري ما دخلته. ده استوديو ميديكو بتاع الناس اللي بتتعب، بتاع الغلابه. تمام. ده بقى اسمه هناك ده إيه ده؟ اللي هناك ده سوبر ماركت كوميرشال بتاع في كافيتيريا حلمية هناك دي برضه تبع مصريين؟ مصريه وحلاق هناك. موجودين. الناس كلها عمالة تبص على الكاميرا. ما هو طبعا احنا ما بندخلش حد بالكاميرا هنا. والله ما بندخل اي حد هنا بالكاميرا. ده حتى الصحفيين بيخشوا من قلب كمان؟ الكاميرات. ده كويس انك دخلتنا. اللي عندك هنا كافيتيريا حلمية، منطقة الشيشة العربية. حبيبي الحمد لله. عاوز حاجه؟ هنا الحاجات كلها مكتوبة بالعربي، يعني هنا في كافيتيريا حلمية، منطقة الشيشة مش عارف ايه، دي كلها اسمها مصريين طبعا. تمام. وفي هنا بتقول لي جزارات وبتاع مش عارف ايه. عاوز تشوف الجزارات الناحيه الثانيه بقى. وفي ايه تاني هنا اصلا؟ يعني في محلات ايه تاني تبع مصريين؟ في اسمه ايه ده؟ تعال هناك بقى غار. لما تشوف الحوار وانا والله ما اعرف ادخلك ازاي بالكاميرا هناك.
انت مش قلت بقى واصل المنطقه بتاعتك؟ الحمد لله. وانت شايف والله العظيم لولا دخلت معاك قسما برب العزه الهوا دي مش ترجع بيها البيت. الحته دي هي مصريين. يعني كل اللي ساكنين هناك مصريين؟ تعالى اودي ادخلك جوه كورتيل كده بتاع البيوت. هتحبسنا والله النهارده. اه هتحبسنا النهارده. يا عم احبس مين ده؟ هم اللي هياخدونا اللي هيشوفونا. هياخدوك بعد الفيديو ما ينزل. والله ما بقى فان كله اي حد بقى. يعني مش باقيه هيك. حاسب تعدي كده عادي ماشي. هم هيقفوا. تتكلم ايطالي كده كويس؟ بس هنسيبها هنا مش تمام 100% طبعا. تمام احنا المفروض كده وصلنا على كلام الراجل ان دي العمارات اللي ساكنين فيها مصريين كتيره في جنب السان سيرو. العمارات شكلها عامله زي العمارات بتاعت مصر. ايوه. اللي فوق شايف البلاطس اللي هناك ده؟ العماره اللي هناك دي ايوه لحد هنا مصريين. كل المنطقه دي كلها مصريين؟ المربع ده كله على بعض. ده دي سكن عادي ولا تبع الدوله؟ الاثنين او سكن عادي او تبع الدوله. هي كل دول مصريين؟ دول مصريين. انت مصري؟ انا مصري. انا مصري. انت مصري؟ لا انت مغربي. مصري؟ تونسي. تونسي؟ احنا بقى العيال بتاعه هنا بتلعب بالكور بتاع. امال فين الطلاينه بقى في الكلام ده؟ لا هنا في الكورتيل ده موجودين طلاينه. دي برضه طلاينه؟ شايف دول؟ اه دول طلاينه بس. والباقي كله مصريين. بالظبط يعني. يلا نرجع. اصل لا مش لازم يا عم خش هنعمل ايه؟ هو انت بتصور محتوى تيك توك؟ شفت بقى؟ يوتيوب. طب ليك حاجه؟ ليك فيه؟ اه. طب روح يلا. خلاص سيبه تعالى خلاص معلش عندي تعالى. في فيديوهات كتيره للاسف اضطريت ان انا امسحها لان في ناس طلعت في وشوش ناس طلعت في المنطقه اللي انا كنت فيها وكان قدامي حاجه من الاثنين يا اما امسح الفيديوهات يا اما مش هطلع من المنطقه فللاسف اضطريت ان انا امسح الفيديوهات. في حاجه تانية عايز اضيفها ان الفيديو اللي انتوا اتفرجتوا عليه دلوقتي ده كان متصور قبل احداث فلسطين. ده كان اخر فيديو من فيديوهات ايطاليا فقبل كل اللي حصل في فلسطين وقبل حتى مسافر فلسطين والحاجات اللي بتحصل لاخواتنا في فلسطين وفي غزه. كنت عايز بس اقول ان انا ما صورتش اي فيديوهات جديده من ساعه اللي بيحصل في فلسطين لان الواحد الصراحه ملوش اي نفس ان هو يصور اي حاجه ولا ينزل اي حاجه. ودي كانت نهايه اخر فيديو من فيديوهات ايطاليا ومنطقه تقريبا المحظوره اللي ممكن تخش تصور فيها في سان سيرو. زي ما قلت برده في الفيديو ان كل الحاجات اللي حصلت وكل الحاجات اللي اتقالت على عهده او على مسؤوليه الراجل اللي طلع واتكلم ان هو عايش هناك بقاله 15 سنه وهو عارف الدنيا عامله ازاي في المنطقه دي. فانا الصراحه كنت اول مره اخش المنطقه وهو اللي قال زي ما انتم سمعتوا كل الحاجات اللي قالها على عهدته هو. فاتمنى يكون ان شاء الله الفيديو عجبكم والصراحه مش عارف امتى ممكن اصور فيديوهات تاني بسبب الاحداث اللي بتحصل لان الواحد ملوش يعني ما فيش اي نفس الواحد يصور فيديوهات تاني وينزلها الصراحه. فاي حد يتفرج على الفيديو فيا ريت ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي غزه ان ربنا يثبتهم وربنا معاهم وكلنا طبعا مع فلسطين ومع غزه. اشوفكم ان شاء الله في فلوجات جايه مش عارف امتى الصراحه بس ربنا مع اخواتنا في غزه.